بريزن بريك، المسلسل اللي جمهوره بيسأل بقاله 7 سنين، هل في جزء سادس؟ مسلسل بريزن بريك كانت آخر أجزاؤه سنة 2017، والحقيقة إن الجزء الخامس ده كان بالنسبة للجمهور مفاجأة، لأنه طلع بعد توقف 8 سنين، وكان مفاجأة حتى في الموضوع اللي كان بيناقشه. يعني مرة واحدة لقينا المسلسل بريزن بريك دخل في أجواء داعش والإرهاب، وفعلا في الوقت ده كانت قضية داعش هي المسيطرة على العالم. وبرغم إن صناع المسلسل كانوا عايزين يقدموا دراما بشكل مختلف ومش عايزين يتكلموا في السياسة، إلا إن رجليهم اتجرت للسياسة، والمسلسل اتعرض لانتقادات كتير بسبب دخوله في النوع ده من القضايا، والمسلسل بعيد كل البعد عن السياسه. دي ناس بتهرب من السجن يا جماعه، ايه اللي وداهم عند داعش؟ بس عادي، هي اول مره تدخلوا في مشاكل. والحقيقه ان من بدايه عرض مسلسل بريزن بريك وهو بيثير المشاكل، واولها كانت الدعوه اللي اترفعت على شركه فوكس من اخين هربوا برضو من السجن، وقالوا انهم استخدموا قصتنا في المسلسل. ولكن قصه الهروب من السجن مش قصه جديده على التلفزيون او السينما، فالقضيه عدت من غير خسائر. اما اللي معداش فهي الاحترافيه العاليه قوي اللي عرضها المسلسل في خطط الهروب من السجن، وده اللي خلى المسلسل يتمنع عرضه في 13 سجن من سجون امريكا. ما احنا مش هنقدم لهم دروس في الهروب يعني. واللي يذهلك بقى ان شركه فوكس رفضت انتاج مسلسل بريزن بريك في 2003، وكانوا شايفين ان المسلسل مش هيكمل كتير، يعني ملوش مستقبل على المدى البعيد. ولف كرييتر المسلسل على اكتر من شركه انتاج، وكان المسلسل بيترفض. وبعديها تحمس للمسلسل ستيفن سبيلبرج لفتره، وبعديها ما كملوش. وبعدها شبكه فوكس عقدت على 5 مواسم مع صناع المسلسل. طب ما كمل اول يعني. وبعد نجاح المسلسل قرر صناع العمل انهم يعملوا سلسله جديده من بريزن بريك اسمها تشيري هيل، وكانت احداث المسلسل هتحصل في سجن نسائي. ولكن اللي عطل المشروع ان حصل في الوقت ده اضراب للكتاب، فالمشروع وقف. لكن نرجع تاني لسؤال الحلقه، هل في جزء سادس لبريزن بريك؟ الحقيقه ان صناع العمل مع ابطال المسلسل بينفوا ان ممكن يكون في جزء سادس. بس تخيل كده، لو كان في جزء سادس كان ممكن احداث المسلسل تبقى عامله ازاي؟ قولوا لنا رايكم في الكومنتس.